الله ازيك يا لمبي؟ هربت ولا ايه؟ يا نهار ابيض. خلاص يا عم متخف. هربت ولا ايه؟ متخف خلاص، انت هتفضحنا. مغرب بلاد صحارى معفنه. مبسوطين يا ولاد الكلب. قشطه ثقه. قشطه ده انت هربت ولا ايه؟ يا متابعينه يا فندم، هو نط السطوح. ايوه يا فندم متابعينه، مسيطرين على الموقف يا فندم، ما تقلقش. اسمع يا لمبي بس مفيش يا لمبي، مفيش حد يا لمبي، يا لمبي. خير يا دكتور. ليه القلق ده؟ العملية سليمة الحمد لله، هو هيخرج على العناية، مفيش زيارة قبل 3-4 أيام، مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي، تقدروا تتفضلوا. يعني ايه نتفضل؟ أنا لازم أخش أطمن عليه دلوقتي حالا. طلعوها بره. طب اتفضلي انت يا هانم، فعلا مفيش داعي لوجودنا. ما أقدرش. ايه يا مدام، يا مدام يا ريت تهدي، والحمد لله اننا اطمنا عليه. اتفضلي اتفضلي اوصلك معايا. ادهم، انا مش عايز افكرك بان المبلغ اللي انت خدته ده مش شويه، واي لعب مش هيكون في صالحك. لو صدقت معانا يا ادهم هتشوف ايام ما شفتهاش في احلامك. الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايما تبقى عند طرف ايدك، تغرف منها وتاخد. ده مخ الضابط. بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي، علشان يعيش كان لازم ننقل له الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا إن اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثة. الليمبي؟ الحقيقة يا دكتور، المريض اللي عملت له عملية فاق ومبهدل الدنيا. انا الليمبي ويا عم قلنا حاسب لقنا لك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتورة؟ انا الليمبي. مش عارفه، ده واخد بنج ينام جمل. البنج ما اثرش فيا. طبعا انت نقلتي له مخ متكيف جاهز. انا اللي الحاجه ده مين؟
ها الشكل ده مش غريب عليا. كهربة المخ زايدة جدا. يعني ايه هينور كمان؟ الله ده ضمن حظك كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا حاله كده. انا هزعل دماغي هتبظ كده حاجه. من قبل ما تبص اسمعني. رياض باشا فين؟ من ساعة البوم في بعضه ما اعرفش، انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا الليمبي لما اخر حاجه خليك تشهد معانا حاجه اذا كنت كمان والله العظيم ما اقول الحق. انا اخر حاجه عملتها معاك نظفت الكبنيهات يا عم. انت مش عارفني. ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضلي يا دكتوره، اتفضلي. طب شوف جوزك عايز حاجه ولا اعمل له كوبايه ليموناتو. هو حضرتك مش واخده بالك من العمليه اللي عملتيها ولا ايه يا دكتوره؟ والله العمليه نجحت، واظن انت شفت مأمور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فاق السجين اللي هربان مش المأمور بتاعنا يا دكتوره. احنا مهمتنا انقاذ المريض. سجين بقى مأمور السجن الفروع دي مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله اللي بتتكلم بيها دي يا دكتوره. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه. انت مجنون؟ مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياه الناس مفيش فيه استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، ادي لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. داخل المتاجره في الاعضاء. ما حصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور ايه يا دكتوره غير سمعه؟ للاسف يا دكتوره انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجه عن اللي حصل ده. وانا من ناحيتي مش هجيب سيره لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتوره برضو ليك اسمك ومركزك وسمعتك، ومش وش بهدله. ولا انت وش بهدله؟ الاسم لمبي عبد الله احمد، 24 قضيه سرقه لعمه فقط. الحاله الاجتماعيه اعزب ويقيم بشقه احد اصدقائه بالسيده زينب. يعني الواد ده مقطوع من شجره وملوش متوى. فرصتك يا ادم. كده